تتبيلة الدجاج اللي راح تخليش تستغنين عن دجاج المطاعم، فشي رهيب جدا. هاي الأكياس أنا من زمان صراحة ما شاوية بيها، فهنا أنا عندي دجاجتين متابعينا، بعد الغسل الخل والملح، وعندي ضفت لهن ماجي، بابريكا، فلفل أسود، وكركم وكاري. ضفت فتشي من عندي متابعيني اللي هو الخردل، وبعدها الصويا صوص، ومتابعينا الثوم المطحون رهيب جدا جدا. أكيد الهيل وشغل مرتب حبايبي صار. بعد ذلك متابعينا ضفت لهن زيت الزيتون، ومزجت المكونات مزجا جيدا، الألوان والروائح الطيبة حبايبي. هاي تتبيلة اعتمدوها رهيبة جدا. ايش سويت بعدها متابعينا؟ عندكم ورق الغار، وعندي البصل والبتيتة، وضفتن بالأكياس حبايبي مثل ما قاعد تشوفون. الفرن 180 درجة، خلوه يشون، وبعدين نزلت النار متابعينا على مود شنو يستوون براحة. للأسف الأكياس طلعت موشي متابعينا، فتحت الأكياس اثنينهن وخليتن بالصينية نشون عدل، صار شغل مرتب. قالوا رحم الله والديك ماما على هذا الشغل.